الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعم ربنا كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كتير من الناس بيعتقد إن المال هو النعمة. لا، المال دي حاجة من نعم ربنا، لكن ممكن ربنا يمن عليك بنعم تانية أكتر من المال. خد بالك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعرف مين هو الغني. مش الغني غني المال، لا، قال لي السؤال ده لمين؟ لسيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: يا أبا ذر، أترى الغنى في كثرة المال؟ الغني هو اللي معاه فلوس؟ قال: نعم. قال: يا أبا ذر، أترى الفقر في قلة المال؟ قال: نعم. شوف إجابة النبي بقى ماذا قال؟ قال: يا أبا ذر، ولكن الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. الغني مش اللي معاه مال، لا، ده ممكن يكون غني ومعاه مال بس بيجري ورا المال والمال مستعبده. لو معاه مليون عايز تاني وتالت ورابع، بقى عبد لمين؟ عبد للمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى عبيد للمال، قال: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. المال عنده أهم من الصلاة. يبقى الصلاة شغالة وهو قاعد جنب بره يشتغل. طب يا عم اللي بيرزقك هو الله، تعال اعبده. لا، المال الإلهي بتاعه. حتى لما يتعامل مع الناس بيتعامل عشان خاطر مصلحته، دي أهم حاجة عنده. ولذلك خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في الحديث سيدنا أبو هريرة قال له إيه؟ قال له: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مين اللي بيوزع الأرزاق؟ ربنا. ربنا قال كده في القرآن: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وبعدين يا رب قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. خد بالك، أغنى الناس مين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ شوف لما مال البحرين جه للنبي، أكتر مال في حياة النبي جه هو مال البحرين. جابوا سيدنا العلاء بن الحضرمي لدرجة إن النبي قال: صبوه في المسجد، حط المال ده في المسجد. قال: فكأنه جبل. شفت الكلام؟ المال زي الايه؟ زي الجبل. جاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول لهم: اللي عايز حاجة ياخدها، والنبي قاعد والمال قدامه ما نظر إليه كالجبل، واللي عايز حاجة ياخدها. جاله عمه العباس. سيدنا العباس كان طويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: لقد فاديت نفسي وعقيل. يوم بدر اتأثر هو وابن أخوه عقيل رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ. قال له: أنا دفعت فلوس يوم بدر. فالنبي قال له: خذ. شوف سيدنا العباس يعمل ايه بقى. سيدنا العباس بيحط في حجره المال، وسيدنا العباس طويل رضي الله عنه وارضاه. طيب لما جه يقوم سيدنا العباس ما استطاع ان يقوم من ثقل المال. المال في حجره تقيل مش قادر. بص للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أعن علي، عن علي. قال له: لا. قال: مر أحدا من رجالك فليعن علي. قال له: لا. سيدنا العباس عمل ايه؟ أخذ من المال وصبه على الجبل ثم قام به فما استطاع. برضه المال تقيل مش قادر. بص للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أعن علي. قال له: لا. قال له: مر أحدا من رجالك فليعن علي. قال له: لا. فأخذ من المال فوضعه على الجبل ثم قام بالمال
عمل ايه بقى سيدنا العباس؟ ما هو المال تقيل، فوضعه على عاتقه. يعني مش ماسكه كده في ايده، لا، ده حط المال فين؟ على كتفه عشان يقدر يشيله من ايه؟ من تقله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه حتى توارى عنه. النبي بيتعجب من عمه، خد المال ده كده ومشي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيبص له كده لغاية لما غاب عن ايه؟ عن نظره. قال أبو هريرة: فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى لم يبق سن درهم. المال اللي زي الجبل ده كله اتشال، النبي ما خدش منه ايه؟ درهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعرف الغني اللي هو غني النفس، مش غني المال ولا عبد للمال. ولذلك في نعم كتيرة عليك هتعرفها ايه هي. هذا ما نقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، عسلت عم الشيخ.